السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الخبر الجديد. أولا ندعوكم الضغط على زر المشاركة ليصل إليكم كل جديد والإعجاب إن أعجبكم الفيديو. الحكومة تقرر دفعة تاسعة من الدعم لمهن النقل لمواجهة تقلبات الأسعار. كشف مصدر مسؤول لهسبريس أن الحكومة أقرت دعما إضافيا لمهن النقل، وذلك في إطار استمرار الإجراءات الحكومية الرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الظروف المتسمة بارتفاع الأسعار. وأوضح المصدر ذاته أن الدفعة التاسعة التي سيتم صرفها لفائدة مهني القطاع لن تشهد أي زيادة، ولن تختلف قيمتها عن المبالغ التي تم صرفها خلال الدفعة الثامنة. ومن المرتقب أن تعلن وزارة النقل واللوجستيك عن عملية تسجيل للحصول على الدعم الاستثنائي الإضافي، وهو مطلب الذي عبر مهني النقل عن ضرورة الاستجابة له في أقرب وقت. ويعتبر مهني النقل أن الإجراء الدعم غير كافي، باعتبار أن الإعلان عنه لأول مرة جاء في السياق لم تكن فيه أسعار الغزوال تتعدى 12 درهما، بينما تبلغ في الوقت الراهن 14 درهم. وكانت وزارة النقل واللوجستيك أنهت إعداد مشروع قانون يتعلق بمقايسة أسعار نقل الطرق مع أسعار المحروقات، وهو مطلب رفعته النقابات المهنية لسنوات عديدة. وتوصلت النقابات المهنية قبل أيام بمسودة المشروع من أجل إبداء الملاحظات في أفق عرضه على الأمانة العامة للحكومة، ليدخل مسطرة المصادقة في مجلس الحكومة ثم الإحالة على البرلمان من أجل المصادقة عليه. بموجب مشروع القانون هذا ستتم مراجعة سعر النقل الطرقي في إطار عقود النقل المبرمة في مجموع التراب الوطني، أخذا بعين الاعتبار تغير تكاليف المحروقات، إذ تجاوزت نسبة 5% من القيمة المطلقة. وستقوم وزارة النقل واللوجستيك بشكل شهري بتحديد ونشر سعر مرجعي لسعر الغزوال الذي سيعتمد في توقيع عقود النقل على أن يتم النشر لكل نوع من العربات حصة تكاليف المحروقات بالنسبة المئوية من إجمالي سعر